الغلط اللي بتقع فيه وانت بتشطب شقتك. تعال اقول لك. تعال. استغلال اغلب التجار ليك، وده طبعا لعدم معرفتك باسعار السوق اللي بقت متغيره بشكل مستمر. وهنا يتنسب لك الفخ، بالاخص في الرخام والجرانيت. لو بتعمل مطبخك او حوض حمام او شاور، اللعبه بتكون في سعر المتر الطولي او المربع. خليني اشرح لك اكتر. التاجر او المكان اللي بتروح له بيديك سعرين عشان يوهمك بالسعر الاقل، واللي هو سعر المتر الطولي، واللي في الإجمالي هيكون أغلى عليك من سعر المتر المربع. المتر المربع كل سنتي فيه محسوب، وهو الطول في العرض، وبتضيف ليهم المراية أو الوزرة والتخانة اللي تحت القطعة. الوزرة بتكون 7 سنتي والتخانة 5 سنتي من قدام ومن الجنبين. يعني لو عندنا قطعة متر في عرض 60، حسبتها هتكون كالآتي: 7 سنتي المراية وال5 سنتي التخانة من قدام، يبقى العرض 73 سنتي، والتخانة من الجنبين 5 سنتي زائد المتر، يبقى الطول متر و10 سنتي. التاجر هيقول لك مثلا ان سعر المتر الطولي 1000 جنيه والمتر المربع ب 1200 جنيه. بحسبة بسيطة للمتر المربع هتلاقي تكلفته في الاخر حوالي 900 جنيه، والتكلفة للمتر الطولي طبعا هتبقى متر في 1000 جنيه ب 1000 جنيه. ولو عايزني اساعدك ابعت لي رسالة وهتواصل معاك. وبكده اكون عرفتك